علي طار يا ناس. من يوم ما وصلت المطار استقبلتني امي في حضنها وقال ايه، قالت لي اجوزك وافتح لك دار. جابت لي واحده مجنونه تدخلني كل يوم في حوار. يا ساري اهدى عليا وبلاش تولعها نار. وانا اعمل ايه وانا اللي جيت لعالم كبير مليان اخطار، وجيران متكبرين قلبين نهارهم ليه وليلهم نهار، وحياتهم ناقصة رحمة والدنيا تملي زحمة ولا دقة الزار، وانا واحدة متربية على ان الجار للجار. يا ولية خليتيني اشد في شعري ليل ونهار، محدش علمك ان للجار اسرار، حاطه انفك في كل شيء وفي كل حوار، خليت الكل منك يا ماما استجار. الحقوني يا ناس. يلا يا صقر يا ولدي المأذون وصل. الله الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا مولانا. وعليكم السلام، اتفضل. اهلا يا شيخ محمود. تعالى يا سيدي عشان تكتب كتاب الباشمهندس صقر على يا ماما بنتي. وأين الشهود؟ أنا شاهد ودي بطاقتي، وأنا شاهد ودي بطاقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الزواج يا إخوان يا مولانا ده الخطبة بعد الجواز. يا مولانا ممكن تخلصنا، عندنا سفر. معلش يا شيخ محمود، هو العريس كده بيحب الصربعة. نحن في سباق. ألف مبروك يا جماعة وزواج سعيد. أنا هاخد يا ماما وأمشي يا عمي عشان السكة. ألف مبروك يا ولدي، خلي بالك من يا ماما. هتوحشني قوي يا ابوي، هتوحشيني يا ماما. خلي بالك يا ماما، خلي بالك من يا ماما يا صقر، حطها في عينك. يمو يا ماما قولي لهم ياخدوا بالهم مننا احنا. ألف مبروك يا ماما، ربي يهنيك عزيزتي. علاش الدموع هذه علاش؟ معلش الدموع دي دموع الفرح يا هاجر. خلي بالك من صقر يا ماما. يا ماما في عيني يا أميرة، ما تخافيش. ما تبكي يا ماما، انت زي القمر طالعة وفرحك كان كتير حلو، انبسطي. وأنا أخذت لك صورة كتير حلوة عشان أرسمها لك وجيبها. ربنا مش منكم. شغلوا زفة العروسين. أهلا يا شيخ البلد، ازاي حضرتك؟ أهلا يا باشمهندس، مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا شيخ البلد، نورتنا. هي عندك طلب بس الوقت مش هو يا باشمهندس، بس هقول لك. اتمرني. الواد ابن اختي معاه دبلوم زراعه ونفسي يا باشمهندس وعايزك تشوف له شغلانه عندك في المزرعه. حاضر يا شيخ البلد، خليه يودي ورقه لتسوقي في المزرعة. يلا يا ماما. مايا أنا وأميرة هنقعد هنا أسبوع، والبنات يروحوا في الأتوبيس علشان أكلهم. لا يا ماما تقعدوا هي كيف، تعالي معانا. أخويا خلص عليا يا ماما، وكمان عايزة أعمل تغيير كده في فرش البيت الصغير علشان لما تيجي أنت وصقر يكون جاهز ليكم. شكرا لكل الحاضرين، شكرا وألف مبروك، وعقبال عندكم وعقبال عند ولادكم. سلام عليكم. أنا مش مصدقة إني هسيب البلد وأعيش بعيد عن أهلي وناسي. لا. كل ده يتم في كام يوم. مش عايزة تعيشي معايا؟ لا يا صبر، ازاي كيف مش عايزة أعيش معاك؟ أكيد عايزة أعيش معاك، بس هتوحشني البلد وأمي وأبوي. أنت هتخليني أجي البلد يا صقر مش كده؟ أكيد هتيجي البلد، أي وقت أنت عايزاه هتيجي. أنت مبسوط يا صقر؟ أكيد مبسوط، ومبسوط قوي كمان، بس عايز أقول لك شوية حاجات عشان نمشي عليها.
أنا هنفذ كل اللي تقول عليه. الست ملهاش إلا طاعة ربها وجوزها. كده احنا متفقين من غير كلام. اللي تعرف ربنا مفيش خوف منها. ربنا يقدرني ويسعدك. يلا عشان وصلنا، انزلي يلا ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذه العتبة الأولى والأخيرة لي في الدنيا. عتبة؟ عتبة ايه يا مجنونة؟ أمي قالت لي أقول كده ونصلي أول لما ندخل الشقة ونشكر ربنا. على كل حال كلامك بيريحني يا ماما. اتفضلي ادخلي برجلك اليمين. ما تشيلني بقى زي الأفلام عادي يا صدر. اشيلك؟ اشيل ايه؟ انت مجنونة؟ دلوقتي عرفت سبب خيبة الرجالة والشباب بيجيلهم غضروف ليه. البيت فدي علينا يا ام يا ماما. عايزة اتصل اطمن على البت يا عم. كيف يا ولية؟ عايزة تركبينا العيب؟ وبعدين بنتك دلوك في دنيا تانية الله يسعدها. يا رب. الو، ايوه يا عمي. ايوه يا صقر، كيف يا ماما؟ انت بتسأل على يا ماما مش تسأل على ولدك الاول يا عمي. يا ماما زي الفل يا سيادة النايب، خدها هي هتكلمك. كيفك يا بنت ابوكي؟ الحمد لله يا بوي، توحشتك كتير. أنا زينة ومبسوطة قوي. طيب خدي امك طمنيها. الحمد لله. ايوه يا ماما توحشتك يا بنتي، طمنيني عليك. عامله ايه؟ أنا كمان توحشتك قوي يما. طمني كله تمام. خدي سجرة. ايوه يا ام الغالية. الله الله الله، انا دلوقتي اطمنت ان بنتي هتعيد سعيده وربنا يخليك ليها يا ولدي. ايوه يا عمي، انا مسافر اسكندريه بكره انا ويا ماما. هنقضي يومين هناك وهنرجع قبل السبوع بيوم، وهننتظركم في السبوع كلكم ان شاء الله. وافتح شقه اسكندريه مع يا ماما يا صقر. انا عندي شقه هناك يا ولدي، هكلم البواب ينضفها وتجهزها. طيب يا عمي، سلام. أنا جهزت لك الفطور يا نور عيني، قوم يلا. انا جاي اهو، اصبري بس بشوف امي عشان ايه اكلمها واحنا بنفطر. لا لا لا، أكلمها أنا أحسن. الو، اهلا يا ماما، صباحيه مباركه يا بنتي. يصبحك بكل سعادة يا أم الغالي، توحشتك يا ماما. كده انا اطمنت عليكم. فين صقر؟ ايوه يا ماما معاكي، وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي وحشتني. خد اختك اهي عايزه تسلم عليك. وحشتني يا عريس، زين بيسأل عنك يا خالي. وانت وحشتوني يا اميره. خد مراتك وانزل اتفسح يا صخر، بلاش قعدة البيت، انت فاهمني؟ احنا فعلا نازلين نتغدى بره وهنسهر، وبكره هنكون في اسكندريه وهنرجع قبل السبوع. فين خالك؟ خالك نزل الارض، هاي مرة كمان على المزرعة يشوف دسوقي محتاج شيء هناك. طيب يا اميره، هقفل دلوقتي وبعدين هكلمك. سلام يا اميره. أيوة يا صقر، خلصت فطور؟ أعمل لك شاي؟ لا تعملي لي شاي ولا تعملي لي قهوه، البسي بسرعه عشان ننزل نتفسح ونقضي اليوم بره. فريرة هكون لبست. صباح الخير يا تسوقي. صباح الخير يا باشمهندس. اخبار المزرعه ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، والعمده كان معايا من الصبح والعمال شغالين وكله تمام. طيب يا تسوقي، اي شيء يحصل عندك بلغني بيه فورا. يا حاضر صقر يا باشمهندس. يا صقر يا باشمهندس، أنا لبست خلاص. ان شاء الله سلام. ايامنا الجايه هتبقى كلها حلوه. هاخدك افسحك دلوقتي ونقضي اليوم بره. تعرفي يا أميرة، أنا دلوقتي ارتحت من بنتي على يا بنتي من شيل حمل أخوكي، وعقبال ربنا بقى ما يهدي جوزك وتيجي تقعدي جنبي هنا. والله يا ماما أنا بفكر بهذا الشيء. وهنا يكون الأولاد سند لخالهم، بس شوية كده وأتكلم مع صقر في الموضوع. منور السعيد كله يا عمتي، يا أهلا يا أهلا. أهلا يا سامي يا حبيبتي، تعالي. أنا جيت أسألك هتتغدي إيه النهاردة؟
لا يا مرت خالي، الغدا اليوم علي أنا، حطبخ لكم محاشي. محاشي؟ حد ما يعرفش، احنا ما نعرفش الا المحاشي يا بنتي.